عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم الرياضية قناة الميدان. اليوم جيناكم فيديو جديد نعطيكم بعض أرقام وإحصائيات المنتخب السويسري الذي سيواجه المنتخب الجزائري في الدور 32 التصنيف العالمي. المنتخب السويسري يحتل المرتبة 16 عالميا، والمنتخب الجزائري يحتل المرتبة 29 عالميا. لعب المنتخب السويسري 3 مباريات في دور المجموعات، عنده انتصارين وعنده تعادل، معناتها تصدر مجموعته ب7 نقاط، مقارنة بالمنتخب الجزائري عنده فوز واحد على المنتخب الأردني وتعادل مع منتخب النمسا، وخسر المباراة الأولى مع الأرجنتين. سجل المنتخب السويسري خلال 3 مباريات 7 أهداف، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط، مقارنة بالمنتخب الجزائري سجل 5 أهداف في 3 مباريات في دور المجموعات، وتلقت شباكه 7 أهداف. يعني كي نجو نقارنو بين الأهداف نشوفو باللي المنتخب السويسري قوي هجوميا ودفاعيا على المنتخب الجزائري. لازمنا احنا المنتخب الوطني الجزائري نحسن الأداء الدفاعي، أنه نتلقاو أهداف أكثر من واش نسجلو. نتائج دور المجموعات تاع المنتخب السويسري: المباراة الأولى مع قطر تعادل 1-1، المباراة الثانية لعبة مع البوسنة والهرسك فاز عليهم 4-1، والمباراة الثالثة مع المنتخب الكندي فازت سويسرا 2-1. ونتائج منتخبنا الوطني: المباراة الأولى مع الأرجنتين هزيمة 3-0، المباراة الثانية فزنا على الأردن 2-1، والمباراة الثالثة تعادلنا تعادل مثير مع المنتخب النمساوي 3-3. الآن جو قائد المنتخب السويسري اللي هو جرانيت تشاكا، لاعب نادي ساندرلاند الإنجليزي. وقائد المنتخب الوطني الجزائري هو رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي. تشاكا عمره 33 سنة، لاعب وسط الميدان، يلعب بالقدم اليسرى. ورياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري 34 سنة، يلعب جناح أيمن، طوله 1.79 سنتيم، يلعب بالقدم اليسرى. يقود المنتخب السويسري المدرب مراد ياكين، 51 سنة، مواليد سنة 1994. ويقود المنتخب الجزائري المدرب المخضرم فلاديمير بيتكوفيتش، صاحب 62 سنة، مواليد 1963. ها هي التشكيلة المنتخب السويسري، وها هي التشكيلة الأساسية تاع المنتخب الجزائري. في هذه المباراة ما راحش تكون يعني سويسرا ما راحش يكون خصم سهل للمنتخب الجزائري. المنتخب موش بالساهل، منتخب أوروبي قوي، عنده لاعبين قويين، وعنده النتائج تثبت ذلك. عنده نتائج في دور المجموعات رائعة، عنده فوزين وتعادل، أفضل منا احنا في النتائج. لذلك كان فتنا المنتخب السويسري راح تفتح قدامنا الباب باش نروح ونديرو مونديال رائع. المنتخب السويسري ماهوش منتخب سهل، دوك تشوفوا كي لعبوا معاه وتشوفوا دوك منتخب صعب، عنده نتائج ثقيلة في الوديات اللي لعبهم، وفي كأس العالم لحد الآن راهي ظهر بمستوى متواضع ومستوى مقبول. لذلك يجب الحذر، يجب التحضير جيدا وقراءة الخصم. ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة وإضافة تعليق، وبارطاجوا الفيديو. والسلام عليكم.